غضبت السيدة فاطمة غضبا شديدا، وهي تؤمن بأنها على حق فيما تطلبه من إرث فدك. ثم ألقت خطبة هي قمة في الفصاحة، أذكر منها قولها: تزعمون ألا إرث لي؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون؟ بلى، قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته أيها المسلمون. أأغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة؟ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: وورث سليمان داود؟ وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا عليهما السلام إذ يقول: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا. أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي صلى الله عليه وسلم؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وأمي وعمي؟ فدونكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذا والله قول الفصحاء البلغاء العارفين بدين الله الواعين لدقائق شرع الله، وإنها لفصاحة ما بعدها فصاحة. وهو أمر ليس بالغريب على فاطمة رضي الله عنها، وقد شبت في بيت رسول كانت معجزته الفصاحة بين قوم اشتهروا بفصاحة اللسان وبلاغة البيان.